أهلا بيكم في تحليل جديد وعميق. النهاردة المصادر اللي معانا هتدخلنا في قلب عالم من روائع الأدب العربي، رواية زقاق المدق للأديب العالمي نجيب محفوظ. اختيار عظيم. طبعا المصدر الأساسي هو الرواية نفسها بكل تفاصيلها وشخصياتها الغنية دي، ومهمتنا النهاردة يعني إننا نحاول نفكك العالم الصغير ده اللي خلقه محفوظ. زقاق في قلب القاهرة القديمة وقت الحرب العالمية الثانية، ونشوف إزاي الصراعات اللي بتدور جواه دي لسه لحد النهاردة بتلمسنا وبتحصل حوالينا. والحقيقة إن الرواية دي ليها مكانة خاصة جدا. دي ممكن نقول إنها ذروة المرحلة الواقعية عند نجيب محفوظ، والمثير فيها بقى إن الزقاق مش مجرد خلفية للأحداث، لأ، إزاي؟ الزقاق نفسه كائن حي، بطل، ليه نبض وروح، وبيفرض شروطه وقيمه على كل اللي عايشين جواه. تعبير جميل قوي، بطل صامت. بالظبط، هو البطل الصامت اللي بيحرك كل الخيوط. طيب خلينا نبدأ بالبطل ده فعلا، المكان. محفوظ بيرسم لنا صورة مكان ضيق خانق شبه مقفول على نفسه في حي الحسين، عالم منعزل تماما، كبسولة زمنية. فعلا بتحس إن الزمن واقف جوه، كل تفصيلة ليها معنى. قهوة كرشة اللي هي مركز الحياة الاجتماعية، دكان الحلاقة، البيوت اللي داخلة في بعضها كأنها بتخبي أسرار سكانها. وهنا بقى المفارقة العبقرية عند محفوظ. الزمن مش متجمد ولا حاجة، هو بس بيتهيأ لهم إنه متجمد. السياق التاريخي اللي اختاره محفوظ، فترة الأربعينات في قلب الحرب العالمية الثانية، هو ده المحرك الخفي لكل حاجة. يعني تأثير الحرب وصل لحد الزقاق المقفول ده؟ وصل ونص، بس مش بشكل مباشر، مش قنابل بتنزل عليهم، لأ. تأثيره كان عامل زي غاز بيتسرب بهدوء وبيغير كيمياء المكان كله. غسام؟ بالظبط. النار دي بتظهر في وجود الجنود الإنجليز في وسط البلد، ودول بقوا مصدر إغراء وفرص. بتظهر في التغيرات الاقتصادية اللي خلت شباب الزقاق يحلموا بالثراء السريع لأول مرة. فجأة بقى في عالم تاني ممكن. تماماً. وهنا بتيجي الرمزية الأعمق بقى. الزقاق بيمثل عالم الأصالة والتقاليد بكل ما فيه من أمان وقيود، والشارع الرئيسي اللي الزقاق بيفتح عليه ده هو عالم الحداثة، الإغراء، المخاطر، الضياع. صراع بين الداخل والخارج. وهو ده الرواية كلها، هي قصة الصراع المرير ده. والجنود الحقيقيين في المعركة دي هم الناس اللي عايشين جواها، كل واحد بيخوض الحرب دي بطريقته. وأعتقد مفيش حد بيجسد الحرب دي أكتر من حميدة. حميدة طبعاً هي مركز الزلزال اللي هز الزقاق. يعني هي مش مجرد بنت جميلة طموحة؟ لا طبعاً، هي أكتر من كده بكتير. هي طاقة جامحة، إعصار محبوس في مكان ضيق. محفوظ حتى بيوصف جمالها إنه جمال حاد في تحدي. صح. هي بتكره كل تفصيلة في الزقاق، فقره وريحته وناسه. حلمها مش بس الخروج، حلمها هو الانتقام من الواقع ده. وده بيظهر في تفاصيل صغيرة قوي، يعني وقفتها قدام المراية بالساعات، نظراتها المتعالية لأهل الزقاق، وخصوصاً رفضها لعباس حلو. بالظبط، هي مش رافضاه هو كشخص، هي رافضة كل اللي بيمثله. صح. بس ممكن نشوف الموضوع من زاوية تانية، يعني هل هو فعلاً كان اختيار بين صح وغلط؟ ولا هي كانت شايفة إن طريقها ده هو أسرع طريق لهدفها؟ من وجهة نظرها، حب عباس كان مجرد استمرار لنفس الحياة البائسة، يمكن في سجن أنظف شوية، لكنه سجن. ده تحليل دقيق جدا. هي ما كانتش بتدور على الأفضل بمفهومنا، هي كانت بتدور على الأسرع والأقوى. بالظبط. هي كانت بتعاني من جوع للمال والسلطة والمكانة، وجوعها ده أعماها عن أي حاجة تانية. المشكلة مش في الطموح، المشكلة إن طموحها كان بلا أي أساس قيمي. وده اللي خلاها فريسة سهلة. فريسة سهلة للرجالة اللي حواليها، وكل واحد فيهم كان بيقدم لها شكل مختلف من أشكال الخروج أو السجن برضه. نبدأ بالأبسط، عباس الحلو، الحلاق الطيب اللي بيمثل الحب الصادق، القناعة. حلمه كله كان بيت وأسرة. هو كان بيقدم لها الحب، وهي كانت بتدور على القوة. هو كان بيمثل الوعد بحياة مستقرة وآمنة، لكنها حياة بلا بريق، حياة هي بتمقتها أصلاً. وهنا يجي دور المعلم سليم علوان، صاحب الوكالة الغني. ده بقى بيقدم القوة في شكلها التقليدي، الفلوس. ده بيمثل الصفقة المحترمة. هو مش شايف فيها غير جسد جميل ممكن يشتريها بفلوسه. عرض بيزنس يعني. بالظبط. كان هيديها الأمان المادي والمكانة الاجتماعية،
كانت هتبقى الهانم مرات المعلم علوان. لكن حتى ده ما كانش كفاية لحميدة، هي كانت عايزة تبقى هي النجمة. وده اللي فهمه بالظبط الشخص الثالث والأخطر، فرج إبراهيم. فرج إبراهيم، ده الجانب المظلم من الحداثة اللي حميدة منبهرة بيها. هو ما قدم لهاش حب ولا جواز، هو قدم لها الوهم نفسه. هو كان مرايتها، هو شاف فيها الجوع والقسوة اللي شبهه. قال لها أنا هخليكي نجمة، هخلي الرجالة تحت رجلك. هو عارف إنها مش عايزة أمان، هي عايزة سلطة ومغامرة. والتمن كان نفسها. بالظبط، مصيرها اتحدد في اللحظة اللي اختارت فيها الوهم ده على حب عباس الصادق وعلى الأمان المادي بتاع سليم علوان. في حاجة دايما كانت بتحيرني في الرواية دي، الشخصيات الهامشية. يعني واحد زي زوطة صانع العاهات، شخصية مرعبة ومقززة، مهنته إنه يشوه الناس عشان يعرفوا يشحتوا. ليه محفوظ يحط الشخصية بالبشاعة دي في قلب الزقاق؟ بحس إن ليها دور أكبر. سؤال في منتهى الأهمية. الشخصيات دي هي مفتاح فهم عبقرية محفوظ. زيطة، والدكتور بوشي اللي بيسرق سنان الذهب من الموتى، والمعلم كرشة صاحب القهوة اللي بالنهار وقور وبالليل ليه حياة تانية. بالظبط. الشخصيات دي مش مجرد شخصيات ثانوية، محفوظ بيوريهم كجزء طبيعي من نسيج الزقاق، مش كأشرار منبوذين. يعني هم مش دخلاء على المكان إطلاقاً، وكأن محفوظ بيقول لنا إن الفساد والنفاق والضعف الإنساني ده مش حاجة جديدة على العالم القديم، ده جزء من الDNA بتاعه. والكل متواطئ بالصمت. أكيد، الكل عارف حكاية المعلم كرشة وبيتعامل معاه عادي. الدكتور بوشي الناس بتروح له عشان أرخص. الفساد ده جزء من المنظومة، مستخبي تحت قشرة سميكة من التقاليد. فهمت. يعني الفساد اللي جاي من بره على إيد فرج إبراهيم كان صريح وواضح، لكن الفساد اللي جوه كان متغطي ومقبول. بالظبط. وفي وسط كل الظلمة دي في بصيص نور وحيد، أو يمكن استسلام وحيد، شخصية رضوان الحسيني. الموظف المتقاعد اللي وصل لمرحلة من التصوف والرضا المطلق. هو النقيض التام لكل الصراعات المادية والأخلاقية في الزقاق. لكن هل هو فعلا بيمثل الحل؟ ساعات بحس إن رضاه ده نوع من أنواع الهروب برضه، هو انسحب تماما من الحياة. وجهة نظر مثيرة جدا. هل الزهد والرضا ده هو الحكمة النهائية، ولا هو شكل آخر من أشكال عدم الفعل، الاستسلام؟ بالظبط. محفوظ مش بيدينا إجابة، هو بيعرضه كنموذج ممكن، كصوت الحكمة الهادي في وسط الضجيج، لكن بيسيب للقارئ حرية تقييم النموذج ده. هل سلامه ده يستاهل ثمن الانسحاب الكامل من معركة الحياة؟ سؤال صعب. طيب، لما نجمع كل الخيوط المأساوية دي، مصير حميدة، أحلام عباس الضيعة، فساد أهل الزقاق، إيه الصورة الكبيرة؟ إيه الخلاصة من كل ده؟ أعتقد في كذا فكرة أساسية. أول فكرة والأوضح هي وهم الهروب. هل الهروب من واقعك ممكن؟ والرواية بتقول لأ. بتقول إن الهروب السطحي، الهروب من المكان بس من غير تغيير حقيقي في الوعي والقيم، مصيره الهلاك. حميدة هربت بجسدها، لكنها فضلت سجينة نفس الجوع اللي دمرها. وكأنها أخدت الزقاق معاها وهي ماشية. السجن الحقيقي كان جواها. بالظبط. وده ياخدنا للفكرة التانية، تأثير الزمن والتغيير. الرواية بتصور مجتمع على وشك تغيير ضخم ومؤلم. العالم القديم للزقاق بيموت ببطء، والعالم الجديد اللي جاي ملامحه مش واضحة ومليان بالمخاطر. تماماً. محفوظ رسم بعبقرية لحظة انتقالية حرجة في تاريخ المجتمع المصري، لحظة موت عالم قديم وولادة عالم جديد مشوه. وكل الشخصيات كانت ضحية اللحظة دي. كل واحد كان بيجري ورا حلمه، وفي الآخر الكل خسر. وده يوصلنا للسؤال الأكبر يمكن، البحث عن السعادة. وهو ده جوهر الأدب كله. كل شخصية كانت بتبحث عن السعادة بطريقتها. رضوان الحسيني لقاها في الزهد، حميدة افتكرت إنها في الفلوس، عباس شافها في الحب البسيط. محفوظ عرض كل الطرق دي بتفاصيلها المؤلمة. ومداش روشتة، سابنا في النهاية نفكر هل في طريق صح أصلاً، ولا كلها محاولات إنسانية بائسة للنجاة من الألم؟ رواية بتسيبك بكمية أسئلة أكبر من الإجابات. لو حبينا نلخص أهم الخيوط، نقدر نقول إن زقاق المدق مش مجرد قصة عن حارة قديمة، دي قصة عن عالم متكامل. الزقاق ده هو مصر، أو يمكن العالم كله في صورة مصغرة. عالم مليان بشخصيات مستحيل تنساها، حميدة المتمردة وعباس الحالم والمعلم كرشة المزدوج. والأهم إنها بتطرح صراعات خالدة لسه عايشينها كل يوم، صراع الطموح مع الواقع
وصراع المال مع الحب. شكرا جزيلا على التحليل العميق ده. الشكر ليك. ولو هنختم بفكرة أخيرة نسيبها للمستمعين يفكروا فيها، يا ريت. الرواية دي اتكتبت في الأربعينات، عدى عليها حوالي 80 سنة. لكن لو بصينا حوالينا النهاردة، هل زقاق المدق اختفى؟ لا، هو غير شكله بس. الزقاق ممكن يكون دلوقتي مجتمع صغير على فيسبوك، أو شركة بقوانينها الصارمة، أو حتى عقلية بتقاوم التغيير. وفي كام حميدة حوالينا بتحلم بالخروج السريع من واقعها بأي تمن، وبتغريها أضواء السوشيال ميديا والثراء الفوري. بالظبط. وكم عباس لسه بيحلم بحياة بسيطة وصادقة، وبيلاقي إن أحلامه دي بقت شبه مستحيلة في عالم مادي معقد. سؤال قوي جدا. السؤال الأبدي اللي الرواية بتسيبه مفتوح لكل جيل هو: هل التغيير والتطور لازم يكون تمنهم إننا نفقد هويتنا وقيمنا؟ وهل التمسك بالتقاليد معناه إننا نقبل بالفساد الداخلي بتاعها؟ ولا في طريق تالت ممكن نمشي فيه؟ طريق يوازن بين الحفاظ على الجذور وبين التطلع للمستقبل بوعي؟ ده سؤال زقاق المدى اللي لسه كلنا بنحاول نجاوب عليه.